الله بالخير حبايبي، وأنا اليوم جايب لكم هرجة إنما سببت لي قلق وسببت لي صداع في قلبي وماني عارف كيف أحكي من السالفة وما فيها. زي ما تعرفون وزي ما قريتوا وسمعتوا إن في وحدة تقول إن بنات الجنوب بتاخذهم خدامات اللي يشتغلون عندها. عقبي يشهد الله يا إخواني شهادة حق ودي يجون عندهم يقولون الآدمية هذه تصرف معها وعاقبها بطريقتك الخاصة. بروح أدور لي أكبر طلحة في الجنوب، اما اجيبها واربطها يا اخواني في هذا الطلحه، واحاول ان الطلحه هذه تكون في مكان عام، يعني كل من عار راح وكل من ضيع وقبل يشوف هذا الادميه هذا المخلوق. بعدين والله اني ما بربطها بخيوط، باخذ اسلاك تربيط هذه حقت الشبوك الشايك هذه اللي تاتي فيها مثل الدبابيس، ثم عدي اتمشى في سوق الثلاثاء واخذ لي من 20 الى 30 خيزران. اي من الخيزران صارت لا في نوع ظاهر انه 3 ملي او 4 5 ملي، هذه تسبب ألم مع حرق، يعني بيكون العذاب فيه شوية قساوة لكن تتحملني، فهي اللي غلط. الله يجي لكم من الليل بيجي هنا خبط وخبيط وهنا جلد وجليد وهنا شين القوة المله القوة. ممكن انك تستخدم معها الفنون القتالية. وها من عاد قالت في الجنوب حرب واحد، وان سمعت بطاري الجنوب انت تقول ونعم، قبائل مفخمة واهلها طيبين. في عقلها والله لا خليها تقول ولا اله الا الله منطلحا عندهم، ولا اله الا الله هي عندهم سوق اسمه سوق الثلاثاء، ولا مولات باريس ما هي بكذا. اذا وصلنا للحق ووصلنا للعلم، هو المفروض العينات هذه انها تطنش ولا تنعطى وجه ولا ترد عليها اصلا، بس انها علم هاي يفقع القلب، يمرض القلب. في وحده زهرانيه سوى قصيدة في المعتوهة هذه، قصيدة يا اخواني ترفع الراس وتبيض بالوجه، حافنها حوف وقلع عنها قلع.